ده صاحبي وده انا. وفي فيديو النهارده حاولت بيت صاحبي لاكبر مدينه ملاهي في السر. تفتكروا ايه كان ردة فعله اول ما شاف بيته بالمنظر ده اللي هنشوفه في الفيديو بتاع النهارده. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا حضرنا الحاجه بتاعه الالعاب زي ما انتم شايفين، هتشوفوها كمان شويه لما نروح بيت احمد مانو. دلوقتي المفروض ان احنا لبسنا وجهزنا اهوت زي ما انتم شايفين، ودلوقتي المفروض ان احنا هنتجه على بيت احمد مانو دلوقتي. هو دلوقتي حاليا مش موجود في البيت، مخلي واحد صاحبي هناك يا جماعه بيتابع، وهو لسه خارج هو لسه رن عليها دلوقتي وقال لي ان هو خرج، احمد مانو خرج ومحدش في البيت دلوقتي. تمام، فدلوقتي المفروض ان احنا هنتجه على بيت احمد مانو دلوقتي بدون ما نحرق في الكلام معاكم. وقبل اي حاجه ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، مش هطول عليكم في المقدمه، يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انا وصلت وما كنتش عارف اتكلم بسبب ان في جيران تحتنا. مفيش حد جوه يا جماعه على حسب اللي انا عرفته، فيلا بينا بسم الله نخش ونشوف. يا جماعه في جيران تحت قسما بالله ومش عارف اتكلم، يعني الجيران عم في جيران فوق وجيران تحت. في حد جوه هستكشف المكان واحده واحده يا جماعه زي ما انتم شايفين. مفيش حد هنا في الصاله، تعالى كده هنروح معايا نخش نشوف هل في حد جوه في الاوض ولا لا عشان ما نتسوحش. تعالى. حاجات يا جماعه احنا لسه حاطينها جوه، حاجات دخلناها، حاجات هيتعلقت للالعاب زي ما انتم شايفين. في العاب دب وحاجات وكلام من ده. تمام، تعالى كده. ده المطبخ. طب تعالى، مفيش حد هنا. تعالى استنى مفيش حد هنا يا جماعه على ما اظن. يعني انا يا جماعه قسما بالله مرعوب، مش دعوه هنا. والاوضه دي فاضيه برضه، يبقى معنى ذلك ان يس يا جماعه معنى ذلك ان الشقه كلها فاضيه. فدلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا المهمه بتاعتنا، ان احنا نلغم البيت كله بالالعاب. يلا بينا يا مروان، تعال. مش معانا وقت، تعال. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنبدا زي ما انتم شايفين حاجات العاب زي ما انتم شايفين. هو هيجي يتفاجئ بيهم يا جماعه زي ما انتم شايفين، هنلغم له المكان كله بالالعاب. تعال تعال يا مروان معايا. دلوقتي عايزين نهنها عشان انت ما فيهاش حاجه بسرعه مروان عشان الوقت مش معانا. واحد هنا واحد هنا، نحط له قلب على السرير بتاعه عشان ما يزعلش يا جماعه. تعالى قلب هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين. عشان ايه؟ انا بقول له انا بحبك، عشان ايه؟ لو جه ضربنا اقول له انا حاطط لك قلب. تعالى كده معايا. قلب احطه في النص كده حلو. النقطه دي ليها مكانها زي ما انتم شايفين. حطها له بقى جوه في الاوضه. يلا بينا تعالى. بس كده تمت المهمه بنجاح. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا دخلنا البيت كله بالالعاب. دلوقتي المفروض ان احنا هنستخبى بقى علشان نشوفه هيعمل ايه لما يجي. مش عارف يا جماعه في حد بره ولا لا. دلوقتي ما معناش وقت، فالمفروض ان احنا هنخرج دلوقتي نستخبى في المكان الصح على ما احمد مانو يجي ويشوف المكان، وهنشوف ردة فعله عامله ازاي معاكم. يلا بينا يا مروان معايا، تعالى معايا. ما عادش فيه العاب معانا للاسف. لا لسه فيه. طب حلو. نحط العروسه دي هنا كده زي ما انتم شايفين يا جماعه. عروسه استباحتها جاز دلوقتي يا جماعه، ودي حطها له هنا اهو. نسيت اجيب ورقه يا جماعه، كان نفسي كنت عايز اجيب ورقه. ايه النور ده كده؟ كنت عايز اجيب ورقه يا جماعه علشان اكتب عليها اسمي واحطها على الحيط عشان يعرف ان هو انا. دلوقتي يا جماعه طب مش مشكله ده. دلوقتي بقى نبدا بقى ايه، نزرع في الكاميرات في كل حته. يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه اول كاميرا هنركبها في الصاله زي ما انتم شايفين في الصاله، علشان ايه؟ نشوفه اول ما يخش الصاله يعني هيتفاجئ بالحاجات اللي احنا حاطيناها في الصاله دي. نبدا بقى نحط له واحده في الصاله. ده بس كده. ايوه ظبطها كده يا معلم. ايوه بالظبط كده. دلوقتي يا جماعه المفروض اول مهمه انتهت ان احنا نركب كاميرا في الصاله زي ما انتم شايفين. اول كاميرا اتركبت في الصاله. دلوقتي بقى نركب كاميرا في المطبخ ونركب واحده في الاوضه. بس 3 كاميرات وكفايه كده. تمام، دلوقتي نخش على الكاميرات التانية. يلا بينا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا في المطبخ بنركب كاميرا. ده قرآن يا جماعه عادي. بس كده هاتي كده.
دلوقتي يا جماعه على اخر اوضه زي ما انتم شايفين بتاعت مامته تقريبا. هشيل القطه دي احطها ورا القطه. ايوه هات بقى دي هنا كده تمام كده. يلا بينا نستخبى بقى. A few moments later. بقى نطمن يا جماعه، احنا دلوقتي في اوضه احمد مانو. دلوقتي المفروض ان حطينا القلب هنا. دلوقتي بقى نرن على واحد صاحبي اللي انا كنت قلت لكم في اول الفيديو ان انا مخصصه عشان يتابع احمد مانو. هرن عليه واشوف هل احمد مانو جاي ولا لا بسرعه عشان ما معناش وقت. يا رب ما يكون جاي دلوقتي عشان انا مش جاهز لاي حاجه. يا برنس الواد جه. بتتكلم بجد؟ طالع. طب اقفل بسرعه، انا هروح على ما استخبى. انا جهزت كل حاجه في البيت وجهزت الكاميرات وكل حاجه. انا دلوقتي هستخبى، يعني استخبى دلوقتي. خلاص ماشي تمام. يلا سلام. دلوقتي يا جماعه المفروض ما معناش وقت خالص، واحمد مانو بيقول لي ان هو طالع على السلم. يلا بينا يا مروان، انت هتستخبى في المكان اللي انا قلت لك عليه يا مروان، وانا هستخبى في المكان يا جماعه اللي انتوا عارفينه، اللي انا كل ما اجي هنا استخبى فيه، اللي هو ما بين الكراسي كده. هقعد هنا، مروان هيروح حاطط عليا الفرشه عشان يغطيني. تمام يلا بينا نعمل كده. قرب بقى عليا مروان كده. بسم الله يا رب تاخدني الحته دي اصلا. دلوقتي يا جماعه المفروض ان انا هظبط، هنقفل بس الكاميرا علشان مروان يجي يغطيني بالفرش عشان نعرف نقعد تمام، واحمد مانو على وصول. يلا بسرعه يا مروان مفيش وقت. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنوقف بقى الفيديو علشان احمد مانو شكله طلع انا سامع صوته. يلا نشوفكم على خير. ايه ده؟ مين اللي عمل الحاجات دي كده؟ ايه ده؟ ازاي؟ مين اللي جاب الحاجات دي؟ ازاي؟ ايه ده؟ مين اللي جاب الحاجات دي؟ مين اللي دخل هنا؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي مكتوب عليها ده؟ ايه ده؟ وايه ده؟ والله عايز افهم ايه ده؟ وايه ده كله؟ ده عفاريت ولا حاجة؟ حد عامل لي عمل ولا ايه؟ بس اللي انا مستغربه ان انا كاتب الكلام ده. يا ماما يا بابا، محدش هنا؟ لا يا ماما، استنى ارن على الولد. الو يا اسطى، انت اللي دخلت البيت؟ ازاي يا اسطى؟ معمول لي عمل. طب سلام يا اسطى، انا اشوف الحوار ده. يا ماما هو مفيش حد هنا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ايه القطة دي؟ القطة الحقيقية دي ولا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس ولا اعوذ برب الفلق. اعمل تاني يا ماما. بسرعة يا صاحبي، في حاجة غريبة. الو يا اسطى، الحقني بس في حاجة في البيت، في حاجة غريبة في البيت، الحقني يا اسطى. ماشي سلام. بسرعة. دلوقتي يا جماعه المفروض ان احمد وشكله اتضايق. تعالى معايا. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه انا؟ خفت يا قطه يا جماعه. ده سحب لورا خالص. انا اول مره اشوفك جبان كده يا هلا. احمد مانو كده؟ لا احمد مانو عاد كده. لا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. كنت عايز اسقف له، بس كنت ناوي اسقف له والله يا جماعه. زي ما انتم شايفين. انا همشي. اطلع. طب انا همشي. اطلع بره. انا همشي. اطلع يا عم. استنى بس. استنى بالله يا اسطى. ايه الكلام اللي انت كاتبه لي في البتاع ده؟ طب اصبر بس، والله ما كلام. ده الدب اللي مكتوب عليه اي لاف يو يعني. طب بص. طب انا راضي ذمتك يعني يا جماعه. لم الحاجة لم يعني يا جماعه زي ما انتم شايفين القلب اللي على السرير. انا بحبك يا ابني. دلوقتي يا جماعه المفروض ان اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.